السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا اقولك ازاي النهاردة هتوفري وهتعملي بنص كيلو لحمة وجبتين، هتحطيهم في الفريزر وهتريحي دماغك. وقتك ضيق، جيتي من الشغل متأخر وعايزة تنجزي، هتطلعيهم وتعمليهم في ثواني. تعالي اقولك هنعمل ايه. اول حاجة معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، فيها نسبة دهنة بسيطة، ومعايا نص كوباية برغل مطحون ومنقوع في مية سخنة لمدة نص ساعة، ومعايا كمان بصلتين صغيرين مبشورين، تمام، او مضروبين في الكبه مثلا. تمام. كل اللي هعمله ان انا هحط توابل معينه، وبعد كده هقسم اللحمه بتاعتي لجزئين، وهقولك هنعمل بيهم ايه. معايا ملح، معايا فلفل اسود، ومعايا بابريكا. دي البهارات او التوابل اللي هحطها في الاول خالص، ومش هزود عليها اي حاجه خالص دلوقتي. تمام. اهم بقى خطوه معايا دلوقتي ان انا اقلب الكلام الحلو ده مع بعضه. بجد يا جماعة الوصفتين النهاردة يعني هتوفري وقفة في المطبخ كتير في الجو الحر، وهتوفري وقت كمان يعني، ومنجزين جدا جدا، وهيعجبوك ان شاء الله وتجربيهم، وهستنى ان شاء الله رأيك. هنعمل النهاردة ان شاء الله الحواوشي، وهنعمل كفتة وهنشيلها في الفريزر. هعملها معاكم ان شاء الله في وصفة تانية، وصفة داود باشا، او يعني وصفة كفتة بالصلصة بس بطريقة سهلة جدا. تمام. يبقى انا اول خطوه بعملها ان انا بجيب اللحمه وبحط عليها البرغل المطحون المنقوع في ميه سخنه، والبصل والتوابل، ملح فلفل اسود بابريكا، بس هو ده اللي انا بحطه. وبعد كده بضرب الكلام الحلو ده في الكبه كويس جدا جدا لحد ما يبقى معايا بالقوام اللي انت شايفاه ده. كل الخلطه اللي معايا اتجانست مع بعضها وبقت نفس اللون. تمام. وطلعت كمان الانسجه البيضه، دي مهمه جدا عشان اللحمه معايا ما تفرولش، او يعني تبقى الكفته معايا مش لطيفه. تمام. هعمل ايه؟ هقسم الكميه اللي عندي الجزئين، الجزئين يبقوا قد بعض. عايزه تزودي على جزء منهم براحتك خالص، ليكي مطلق الحريه. طيب الجزء اللي هعمله حواوشي هحط عليه معلقه كبيره من بهارات الحواوشي، بس كده، مش هحط عليه اي حاجه تانية. اقولك هحط عليه سر بقى تحفة جدا، هينقل معاك الحواوشي لحتة تانية خالص. انا دايما عندي في الفريزر خضرة، شبت، بقدونس، كزبرة. بجيب الشبت والبقدونس والكزبرة واغسلهم كويس جدا واصفيهم واقطعهم لقطع صغيرة زي ما انتم شايفين كده، وبطلعها في اي وقت انا محتاجاها من الفريزر على الشغل على طول اللي انا هعمله. ما بسيبهاش تسيح ابدا. محشي بقى، عايزه تحطي على الكفته براحتك، تحطي على الحواوشي كده زي ما انت عايزه اقولك بتودي الطعم لحته تانية. مش عندك الخضره الحلوه دي، ما تشيليش هم، ما تحطيهاش. فلفلايه على طماطمايه على فصين توم، وتهرسيهم مع البصلايه في الاول خالص، هيدوكي برضو طعم خرافي. بس كده. واهم خطوه برضو هنا تاني ان انا بعجن او بقلب اللحمه مع التوابل كويس جدا جدا يا جماعه. بعجنها كده زي ما انتم شايفين علشان كل المكونات اللي انا حطاها تتجانس. جميل. دي اول وصفه معايا اللي هي الحواوشي. هعمل ايه؟ هجيب معايا يا اما عجينه انت عاملاها، وهقولك تعمليها ازاي ان شاء الله في فيديو تاني. هنعمل حواوشي الاسكندراني، لكن النهارده ان شاء الله هنعمل الحواوشي العادي اللي هو بيتعمل بالعيش. انا عندي عينه العيش اللي هو بيبقى لونه فاتح شويه، او بيبقى مش مستوي قوي يعني، هو مستوي كل حاجه بس بيبقى لونه فاتح، بحيث ان هو يتحمل معايا درجه حراره الفرن او البوتاجاز لما اجي اسوي فيه الحواوشي. واضمن كمان ان اللحمه اللي انا هحطها، ما انا هحطها نيه، فلازم اضمن ان هي تستوي. جميل. كل اللي هعمله انا هجيب مقص وهقطع اطراف العيش زي ما انتم شايفين كده، وهحشي العيش بخلطه لحمه الحواوشي. عايزه اقولك ان حبه اللحمه اللي انت شايفاهم دول هما مش قليلين خالص خالص، وعملوا معايا عدد يعني ارغفه هتشوفيهم دلوقتي معايا من ربع كيلو لحمه. انا كان معايا في الاول نص كيلو لحمه، بعد ما حطيت البرغل والبصل والتوابل طبعا زاد، فقسمته بعد كده لنصين. عملت زي ما قلت لك الحواوشي، وهنعمل كمان الكفته هوريها لك كمان شويه. ما عندكيش مقص تقصي بيه العيش، قصي بايدك يا ست الكل، وعادي جدا تعاملي باي حاجه عندك. وما عندكيش توابل، ملح وفلفل اسود زي امهاتنا زمان، والله هيبقى تحفه وخطير جدا جدا جدا. حطي بس فصين توم مع البصله وخلاص. بس جميل. انا كده خلصت الحواوشي. تعالي بقى اوريكي انا عملت كام رغيف حواوشي من ربع كيلو لحمه.
بصي عديتي ولا عدلك؟ عملت 8 ارغفه. 8 ارغفه حواوشي من ربع كيلو لحمه، يعني توفير التوفير، ما انا قلت لك هوفر لك يعني هوفر لك. طيب، طريقه تسويه الحواوشي طريقتين، يا اما بتغلفي في ورق زبده وتحطي في الفرن، يا اما زي ما انا هعمل كده النهارده وطلع تحفه على النار. بجيب طاسه، ووك، حله تيفال، اي حاجه غير لاصقه، وبحط فيها شويه زيت، وبحاول ان انا باي حاجه بقى، بمنديل، بفرشه، ان انا اوزع الزيت في الطاسه، وببدا ان انا احط الطاسه على النار تسخن، ولازم تسخن كويس جدا الاول على نار عاليه. وبعد كده اول ما برص فيها ارغفه العيش بتاعتي، انا هنا بوزع الزيت على الحله كويس، او على الطاسه، او على الصينيه، ايا كان اللي عندك ايه. حطيتها على النار سخنت كويس، شايفين البابلز؟ حطيتها على النار سخنت كويس جدا جدا جدا، وبعد كده رصيت عليها ارغفه الحواوشي بتاعتي على حسب الكميه اللي الطاسه هتاخدها، او الحله، سوري، الصينيه هتاخدها. وبعد كده بحط على وش الحواوشي شويه زيت كمان. بس كده برفع الكلام الحلو ده على نار متوسطه 5 دقايق على كل جنب، هيطلع تحفة. هوريكي شكله بعد اول 5 دقايق عدت عليه. بجد يا جماعة مش قادرة اقول لكم حلو قد ايه. وناس كتير جدا بتعمل الحواوشي على النار من فوق، ما بتحطوش في الفرن، هيطلع معاكي باللون ده. وبعد ما بتقلبيه بسيبه كمان على نار متوسطة لمدة 5 دقايق كمان، وهيطلع روعة روعة روعة. جربيه على ضمانتي. اللحمة مستوية جدا جدا، ما فرولتش، العيش طري وجوسي كده، ومش ناشف ومعضم خالص، تحفة جدا. عايزة تعمليه في الفرن، اعمليه في الفرن براحتك خالص. حطي في ورق زبدة كل رغيف، ودهني بس ورق الزبدة زيت كويس. في كمان ناس بتسوي الحواوشي على الطاس زي ما احنا عملناه كده، بس بسمنه بلدي، برضو دي حاجه ترجع لك براحتك خالص، بس انا بفضل الزيت علشان ما يبقاش تقيل، لان اللحمه سمينه. نيجي بقى بعد كده للنص التاني من اللحمه بتاعتي. النص ده يا اما تعمليه كفته حياتي براحتك خالص، ليكي مطلق الحريه، يا اما تعمليه زي ما انا هعمله النهارده ان شاء الله، هزود بس عليه اضافه، مش عايزه تضيفيها برضو براحتك خالص. انا مش عايزه يعني اسفه جدا، اخلي الدنيا معقده معاكي. تمام. تمام. كل اللي انا حطيته هنا، حطيت معلقه 7 بهارات، مش عايزه تحطيها ما تحطيهاش. ممكن كمان نحط سنه قرفه، انا هحطها، عايزه تستغني عنها برضو استغني عنها، بس انا بحب طعم القرفه مع اللحمه، بتبقى كده مميزه. لازم كده اكلك يبقى مميز بحاجه معينه، ميزي اكلك بحاجه معينه. تمام. تمام. برضو هعمل نفس القصه، ان انا هقلب اللحمه مع التوابل كويس جدا جدا، اهرسها كده علشان تتماسك معايا وما تفكش معايا اثناء التسويه. كل اللي انا هعمله بعد كده ان انا هجيب معايا طبق اغلفه بكيس بلاستيك او كيس تلاجة، تفتحيه مثلا وتحطيه في الطبق. علبة تلاجة او علبة فريزر هتغلفيها برضو، هتحطي فيها الكيس البلاستيك او كيس التلاجة اللي هتفتحيه. معلومة برضو مهمة جدا، لما تيجي تفرزي، شفتوا اللي حصل ولا كأنكم شفتوا حاجة؟ عادي جدا، عدوها عدوها. لما تيجي تفرزي الكفتة او لحوم، ما تحطيهاش على بعضها، حاولي بقدر الامكان ان انت تفصلي الطبقات بكيس بلاستيك، يعني ما تحطيش كله على بعضه، عشان لما تيجي تطلعيها من الفريزر هيبقى طبعا كله لازق في بعضه، وهتخسري مجهودك اللي انت وقفتي عملتيه. جميل. انا هنا معايا زيت، حطيت في ايدي شويه زيت علشان اقدر ان انا اكور كويرات، او الميت بولز بتاعت الكفته بتاعتي. تمام. هكور كل الكميه اللي عندي بنفس الشكل ده لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي. هدهن ايدي زيت واكور وارص ما بين كل طبقه وطبقه، بحط كيس بلاستيك علشان ما تلزقش ببعضها. انا هنا كنت خلصت كل كميه الكفته بتاعتي كلها، ما اخدتش ساعه يا جماعه، هي ساعة واحدة بس اللي انا وقفتها. عملت وصفتين، وجبتين، هتوفر معايا وقفة ومجهود، وهتخلص في ثواني ما شاء الله، اللهم بارك. عايزه اوريكي بقى الحواوشي. بصي اللحمه مستويه جدا جدا، والعيش طري جميل جدا جدا جدا. اتمنى الوصفتين يكونوا عجبوكم، اتمنى تجربوهم وتقولوا لي رايكم. مستنيه ارائكم في الكومنتات، ومستنياكم كمان تقولوا لي عايزين نجرب ايه مع بعض، او عايزين مثلا انواع فيديو معين نعمل فلوجات، عرفوني عايزين ايه، وان شاء الله نعمل كل حاجه حلوه مع بعضها. وشكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم، مستنيه اللايك والشير وسبسكرايب للقناه.
وعايزه اقول لكم كمان ان كل حاجه تتحط في الفريزر وتطلعيها قبل الاستعمال ب5 دقايق وهتبقى معاكي زي الفل. شكرا جدا، شكرا جدا جدا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.